هنتكلم النهارده عن رسالة بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس. وعدد اصحاحات الرساله دي 13 اصحاح. بولس كان بشر اهل كورنثوس في رحلته التبشيريه الثانيه، وبعد ما مشي حصلت مشاكل فبعت لهم الرساله دي تحل المشاكل. وواضح ان الرساله دي عملت ردود فعل مختلفه، ناس حزنت وتعبت فعلا، لكن للاسف كان في ناس كتير رد فعلها سلبي على الرساله الاولى. ومش بس كده، كانت كمان بتشكك في بولس ان هو رسول اصلا، وكانوا دايما شايفينه ان هو فقير ومضطهد، مش الصوره المثاليه للرسول. ولما ابتدوا يشوفوا معلمين طريقتهم مبهره واغنياء، بدا احترامهم يقل للقديس بولس، فظهروا القديس بولس بنفسه وكتب لهم الرساله دي. بيبدا القديس بولس في الاصحاح الاول بشكر ربنا على تعزيته ليه وتعزيه ربنا لكل الناس اللي كانت في ضيق. اما الاصحاح الثاني بننتقل لقضيه الانسان اللي اخطا مع امراه ابيه، وبعد ما اوصى بعقابه عشان يتوب ويحس بالجريمه اللي عملها، بيطلب من اهل كورنثوس ان هم يسامحوه ويحبوه عشان ما يحسش باليأس ويقع تحت ايد الشيطان. في الاصحاح الثالث بيقارن القديس بولس بين الخدمه في العهد القديم اللي هو لما موسى اخذ لوحي الشريعه من على الجبل، وبين خدمه العهد الجديد. وبيقول طالما ان خدمه العهد القديم حصلت في مجد، فما بالك بخدمه العهد الجديد اللي كان الوسيط بتاعها ربنا يسوع بنفسه. والمفروض ان احنا بقى ما نعملش زي بني اسرائيل وما نخليش في برقع على عينينا يحجب عننا ربنا يسوع. نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. الاصحاحات من 4 ل 7 بتبين معنى المجد ده. في الاصحاح 4 بيبين لهم ان ربنا ملك على خشبه الصليب، كذلك رسله ما عندهمش صوره المجد اللي العالم كله متخيلها. في الاصحاح 5 بيبين محبه ربنا وفدائه على الصليب عشان يصالحنا مع الاب، ودي خدمه القديس بولس وباقي الرسل، خدمه كل واحد فينا كخادم لربنا، كسفراء لربنا يسوع. وفي الاصحاح 6 بيبين القديس بولس لاهل كورنثوس ان تعبوا في الخدمه لاجل خاطر اسم ربنا يسوع قصاده مجد وتعزيه زي ربنا يسوع المصلوب. اما في اصحاح 7 بيصالحهم القديس بولس وبيقول ان هو فرح من الناس اللي تابت في الرساله الاولى، حزنت حزن روحي لان الحزن الذي بحسب مشيئه الله ينشئ توبه لخلاص بلا ندامه، واما حزن العالم فينشئ موتا. الاصحاح الثامن والتاسع في الفتره دي كان في حاله فقر ومجاعه في مدينه اورشليم، وبولس كان بيجمع تبرعات من باقي الكنائس في اسيا واوروبا عشان الكنيسه بتاعه اورشليم. فعلا ناس كتير استجابت لدعوته دي زي كنيسه فيليبي مثلا، لكن كنيسه كورنثوس ما استجابتش قوي. طبعا بولس قلق جدا لان عدم السخاء في العطاء بيدل على عدم فهم وادراك للانجيل، لان ربنا يسوع اخلى ذاته وتجسد وخد صوره عبد عشان يغنينا بمجده. في الاخر بيقارن القديس بولس بين نفسه وبين المعلمين المفتخرين بانفسهم اللي كانوا بيذموا في القديس بولس، واللي كمان اكتسبوا ناس كتير وراهم، لان الناس دول كانوا شايفينهم مبهرين اكتر من القديس بولس نفسه. في اصحاح 10 فاحنا بنتكلم على ان مبدا ان الانسان يفتخر بنفسه ده غلط اصلا، وهو كمان غلط اكبر في الخدمه، واما من افتخر فليفتخر بالرب. في الاصحاح 11 بيقارن بولس نفسه بالخدام المفتخرين دول، فبيقول حتى لو على سبيل الافتخار البشري فانا عندي اسباب افتخار اكتر. انا يهودي فريس ظهر لي ربنا يسوع بنفسه ودعاني، انا كرست نفسي للخدمه، انا اكتر واحد تعب وتحمل الالام في كل الرسل، وانا عمري ما تقلت عليه بل كنت بشتغل عشان اوصل لكم الانجيل مجانا. وطبعا بولس ما كانش بيمن او ان هو بيفتخر بنفسه عليهم، لكن هو كان بيحاول ينبههم ان هو خايف عليهم من معلمين الفساد دول. في الاصحاح 12 بيكشف بولس عن رؤيه صعوده للفردوس، وبعد كده راجع نفسه وحس ان هو افتخر بنفسه، بس هو عمل كده عشان ولاده يصدقوه، فراح قال لهم على ضعفاته اللي ربنا سمح بيه عشان ربنا يحمي بولس من التكبر. لئلا ارتفع بفرط الاعلانات اعطيته شوكه في الجسد. في اصحاح 13 بيختم القديس بولس رسالته بتحذير شديد لاهل كورنثوس ان هو هيجي يزورهم للمره الثالثه قريب، يعني يراجعوا نفسهم وايمانهم ونظرتهم للقديس بولس. هل انتم في الايمان امتحنوا انفسكم ام لستم تعرفون انفسكم ان يسوع المسيح هو فيكم ان لم تكونوا مرفوضين؟ فاحنا ممكن ناخد الايه دي ونسال بيها نفسنا،